السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، النهاردة أنا الفيديو دي عاملاه لرد عرفان وجميل لقناة صغيرة هي، بس مش القناة الصغيرة، هي كبيرة جو في نظر الست دي. القناة دي طبعا الست دي صاحبة القناة دي عشرة عمري، صاحبة عمري يعني. دي لما جت تتجوز هي مش من الصعيد، هي واخدة واحد صعيدي ولكن هي جاية من الشرقية. جت سكنت في العمارة اللي أنا ساكنة فيها. أولادها وعيالها اتولدوا على إيدي، وعيالي أنا اتولدوا على إيدي، فعشرة عمري يعني من فترة طويلة خالص خالص. الحياة والعفة والخجل اللي في الست دي ما شفتوش في حياتي. فتحت قناة، وطبعا هي عارفة ومتأكدة ان انا فاتحة قناة، وما قالتليش ابدا ان هي فتحت قناة وما عرفتنيش. قابلتها مرة بالصدفة، كنا رايحين، كنت انا رايحة اجيب طلبات للبيت وهي نفس النظام، فقابلتني بالصدفة. فبتقول لي يعني قناتك حلوة وبتنزل حاجات هادفة وانا بتفرج عليها وكده. قلت لها ربنا يكرمك. طبعا الدنيا تلاهي والناس يعني اتلهت عن بعضها، يا دوبك بالتليفون بتقابل بعضها بالصدفة الكلام ده يعني. وهي كمان خدت مكان بعيد، سكنت في شقة تاني وانا سكنت في شقة تاني، فالناس يعني بس الصلة موجودة من عشرة عمري. من هي لسه ما خلفت وانا كان لسه معايا سارة وسماح، كانوا صغيرين خالص، كان واحدة سنة ونص وواحدة كان عندها 3 شهور. المهم قابلتني بالصدفة. العفة بتاعتها يعني الخجل اللي فيها، والله كان نفسي البنات اللي فاتحة القنوات دي وتبعت تعليقات لأي فيديو وتترجاهم ادعموني، ادخلوا على قناتي، اعملوا لي اشتراك، انا زرتكم وانتوا تعالوا زوروني. كل ده مش بيحصل. اولا انت بتعمل كده، اللي بيعدي على التعليق بتاعك بيسيبه بيمشي. يعني قال لك في المثل عفوا يعفكم الله. فالست دي المهم قالت لي انا فتحت قناه من فتره، بس مش راضي اقول لك عشان ما تقوليش اني انا عايزه منك حاجه. قلت لها ازاي الكلام ده؟ ازاي فتحت؟ جت والله فتحتها بس لسه ما فيهاش يعني ايه مشاهدات ولا فيهاش مشتركين كتير والكلام ده. المهم طبعا قلت لها طب اديني الاسم بتاعك. ادتني الاسم. كان زوجها كان تعبان وسالت عليه، قالت لي والله ده لسه تعبان وكده. وانا راجعه جبت الطلبات، هي مشيت وانا مشيت، وانا راجعه قابلت زوجها اللي هو عشرة عمري برضه. كان راح يعني يعمل ورق يا عيني في الشغل بتاعه وكان راجع. واول ما وهو راجع قابلته، شفته لقيته يعني انا كان لي اكتر من كذا سنه ما شفتهوش. ليه؟ لان كان تعبان وما كانش يطلع من البيت. والله العظيم لما قابلته حسيت اني كده شفت اخويا، شفت ابويا، شفت حد يعني انا يعني بدين له بالحب والاخويه كده يعني. انا يعني بنشر الفيديو دي وبتكلم عن الفيديو ده، وطبعا هي اكيد هتسمعه وانا هبعته لها يعني، لان هي ما تعرفش والله، لا ما تعرفش ان انا هعمل الفيديو ده عشانها يعني. المهم طبعا شفته وزعلت عليه جو، لان كان يعني خاسس خالص 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 كده، ويعني علامات الموت باينه عليه. فشفته الشوفه دي بعديها ب3 ايام بالظبط او 4 ايام بالكثير توفاه الله. توفاه الله ومات عليه رحمة الله. يا رب كل اللي يسمع الفيديو ده يدعي له بالرحمة، والأموات أموات المسلمين أجمعين يا رب. حزنت عليه جوي وتعبت نفسيا، يعني إني أنا يعني كتب لي ربنا شوفها لي قبل ما يموت سبحان الله. فكل شيء نصيب. المهم الست دي خلاص بعد ما توفى زوجها، الكلام ده من حوالي كم شهر، انقطعت عن القناة وخلاص، من كتر العياط على زوجها والحزن والألم والتأسي، لأن كان هو شريك عمرها وإنسان ما سمعهاش غلطة، ما أسهاش في حياته، كان طيبة الدنيا فيه. هم ساكنين جيراننا في الشارع هنا في نفس الشارع،
والله والله ما لي غلطة مع حد، ما لي أسية مع حد، ما عاب في حد، ما يعني الله يرحمه نحتسبه عند الله من أصحاب الجنة إن شاء الله وفي الفردوس الأعلى يا رب. من كام يوم كده لقيت في تعليق جاني في الفيديو تقول لي أنا أسماء يا طنط، القناة بتاعتي أنا بنت المرحوم فلان الفلاني. دخلت على القناة بتاعتها لقيت هي نفس القناة بتاعت أمها، فكلمتها على الخاص ازاي القناة اتغيرت. هي القناة اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي كانت اسمها قناة أم أحمد للطبخ الصعيدي أو كده، يعني اتغيرت القناة بقيت الباقيات الصالحات، بقيت الباقيات الصالحات. طبعا القناة دي من خدتها بنتها اللي هي أسماء اللي بعتت لي التعليق. طبعا أمها سابت القناة وسابت ما قدرتش يعني تعمل أي شيء، يعني ربنا يا رب يصبرها إن شاء الله، وأنا مقدرة اللي هي فيه. فخدتها بنتها اللي اسمها أسماء، فإن شاء الله يا رب يكرمها. غيرت القناة خلتها اسم الباقيات الصالحات. هي لسه قناة صغيرة يا جماعة. أنا هسيب لكم اللينك بتاع القناة في صندوق الوصف وتشوفوا القناة دي الفيديو اللي هي بتتكلم عن الغيبة. بصراحة أنا سمعت الفيديو، فيديو جميل جدا جدا جدا. الصوت اللي بتتكلم بيه صوت ملائكي، صوت ملائكي جميل جدا. عجبني محتوى الفيديو، عجبتني الطريقة. يا رب إن شاء الله يجعلوا لها في ميزان حسناتها. مشاهداته قليلة، الاشتراكات قليلة، لسه ما فتحنش، فأنا أرجو منكم تدعموا القناة دي. أنا الفيديو دي ما عملهوش دعم، ولا عاملاه مثلا كده، لا ده انا عاملاه برد جميل الست الطيبه دي، برد جميل الراجل اللي الله يرحمه اللي هو كان عشرة عمري وتوفاه الله. اسال الله انه يرحمه ويغفر له يا رب ان شاء الله. القناه اسمها الباقيات الصالحات. خدتها بنتها لما لقيت امها تعبانه خالص، خلاص مش قادره تنزل فيديوهات، نفسها اتكسرت ومش قادره يعني، وحتى عينها من كتر العياط الدكتور قال لها عايزه عمليه كبيره فيها وكده يعني. فان شاء الله ربنا يعافيها يا رب ويشفيها ان شاء الله. ومن خلال الفيديو دي بطلب الرحمه للاستاذ محمود عليه رحمة الله يا رب، هو مدرس فاضل، وبطلب الشفاء للست أم أحمد، ربنا يديها الصحة ويشفيها ويعافيها يا رب ويبارك لها في أولادها ويقدرها عليهم وتكمل مسيرة أبوهم. وبطلب منكم حبايبي تدعم القناة الصغيرة خالص دي، بتنزل حاجات حلوة خالص، كل يعني حاجات دينية وتنظيفات وأكلات وكده. الأول هتلقوا في مقدمة القناة الست أم أحمد ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ان شاء الله، كانت بتنزل فيه تنظيفات وطبخات واكلات وحاجات زي كده. لما خدتها بنتها بقت تنزل فيها حاجات دينيه جميله جدا بصوتها هي نفسه، وبرضه هتعمل حاجات تاني، وانا بنصحها يعني انها تتصرف ازاي وكده. وطولت عليكم، ما تنسوش تدعموا القناه، وهسيب لكم اللينك بتاع القناه في صندوق الوصف. وعرفان للست الطيبة يا رب إن شاء الله يصبرها ويصبر أولادها على فقدان الفقيد، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب. واستودعكم الله حبايبي. لو عجبكم الفيديو تنسيش تضغط لايك وتشجعيني وتشير الفيديو لاصحابكم حبايبي. ده فيديو بسيط، نقدر بعض، ندين للعرفان لبعض، يعني نحس بالجمايل على بعض، لان الست دي وقفت معايا قوي وانا وقفت معاها برضو، يعني احنا كنا زي الاخوات وحاليا احنا زي الاخوات. ولذلك من عفتها ويعني وخجلها ما رضيتش تقول انها فاتحه قناه عشان انا ما افكرش والله العظيم. ولما كلمتها على قناه بيتها قالت لي انا مش بكلمك عشان تقولي لي حاجه عليها، عشان انا بتكسف مش هقدر اقول لك اعملي ايه. فانا الفيديو دي مقدمها هديه ليها هي وبنتها، ويا رب ان شاء الله تساعدوني وتنتشر القناة دي عشان برضو الناس الطيبين دول يستفادوا. طبعا قبل ما اختم، في ناس كتير بتكون فاتحة قنوات يعني بيشتموا بعض في القنوات وفي التعليقات. انت فتحت القناة عشان تجيبي فرش، تجيبي عفش. احنا يا جماعه انت لما بتروحي تشتغلي وتروحي مكان بعيد وتطلع مواصلات وتنزلي من البيت وتروحي تودي العيال المحضن او الحضانه وترجع من البيت وتروحي تجيبي اكل وتعملي اكل وتفضلي واقفه على رجليك لحد بعد العشاء، ما كله ده عشان انت تزودي دخلك، عشان تجيبي لقمه عيش حلال لبيتك. لما انت تفتح القناه وعشان تسترزقي منها لقمه حلال، ايه المانع؟ ايه فيها يعني؟ وايه لما انا اكسب من القناه واشتري فرش البيت واشتري لبس ليا واشتري
ايه المانع؟ طب انا ربنا كرمني، ما انا اكرم بيتي واولادي. فعشان كده انا مش عايزه حته الحقد دي اللي في قلوب الناس. عايزين كلنا نساعد بعض، كلنا نقف مع بعضنا يد واحده. اللي قادر يساعد اللي مش قادر، واللي مش قادر وما معهوش ما يحقدش على اللي معاه واللي ربنا كرمه. ويا رب يألف بين قلوبنا ويكرمنا ويكرمكم ان شاء الله يا رب، ويوسع الجميع يا رب ان شاء الله. ما تنسوش تدعموا القناه الصغيره دي، وان شاء الله يا رب يكرمنا ويكرمكم بالخير يا رب والفضل والرضا، ويغفر لنا ويغفر الاموات المسلمين اجمعين يا رب. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حبايبي، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.